السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اهلا بكم في قناتي بنت العمدة. ان شاء الله النهاردة هقدم لكم وصفة الشاتو جاتوه بمقادير مناسبة قوي، تعمل لكم صينيتين ان شاء الله، يعني حوالي 34 قطعة جاتوه حلوين. اول حاجة هنجيب الخلاط ونحط فيه كوبايتين سكر، ونجيب اللبن ونضيف عليهم كوبايتين لبن. المقادير دي هتعمل معانا صينيتين مش واحدة ان شاء الله. هنحط عليهم كوبايتين لبن ونضرب كويس في الخلاط لحد ما نتأكد ان السكر يدوب تماما زي ما انتوا شايفين كده. نقفل الخلاط ونضرب كويس. بعد ما اتأكدنا ان السكر داب تماما هنضيف 4 معالق من الكاكاو ونضرب تاني لحد ما نتأكد ان الكاكاو امتزج خالص مع الخليط. بعد ما الكاكاو امتزج هنضيف 1.5 كوباية من الزيت، هنضيف تدريجي ونضرب شوية شوية لحد ما نتأكد ان هي خدت الزيت كله. بعدين بقى الخليط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده جميل جدا زي الشوكولاتة السايحة. هنملى كوباية كبيرة من الخليط ونخليها عشان ايه، نضيفها على وش الجاتوه بعد ما نقطعه قطع، نصبها على وشه عشان تديله اللمعة الحلوة اللي بنشوفها. هنركن الكوباية دي على جنب، والخليط اللي معانا في الخلاط هنجيب نضيف عليه بيضة واحدة، وهنضيف عليه باكو من الفانيليا، هنضيف كوباية لبن. ونجيب بقى في المكونات الجافة، نجيب حاجة نضيفة كده، إناء ولا بولة، ونحط فيها 3 كوبايات من الدقيق، ونضيف عليهم باكو من الفانيليا، ونضيف عليهم باكو فانيليا، او لو احنا حطينا الفانيليا في الخلاط مع البيض خلاص. 3 كوبايات دقيق نضيف عليهم معلقة بيكنج باودر، ونروح نحط عليهم رشة ملح، ونقلب المكونات الجافة مع بعض. ونجيب السائل اللي معاه في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، بحط معلقة من البيكنج باودر، ونضيف عليها رشة من الملح، وبعدين نقلبهم ونضيف عليهم الخليط اللي معانا في الخلاط. وبعد ما نقلبهم كويس نخلي قوامهم يبقى زي الكيكة بس أخف شوية من الكيكة، يبقى قوام خفيف كده. وبعدين نجيب الصواني، طبعا أنا الصواني دي دهنتهم بالسمنة وحطيتهم على جنب وبطنتهم بالدقيق وسبتهم لحد ما خلصت الخلطة كلها، وضفت فيها العجينة، فضيتها في الصواني. ودلوقتي ان شاء الله هاخدها على الفرن، وده شكلها لما استوت. ايه بصوا، ايه احط لها الفرماسيلا واوريكم شكلها ايه يا حبايبي، شايفين؟ وبألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايبي.